عمال شغالين في جزيرة مهجورة بيبنوا مدينة ملاهي كبيرة، لكن شغلهم اتعطل لأنهم لقوا حفريات قديمة وهياكل عظمية عملاقة، وده معناه إن الجزيرة فيها آثار قديمة. العمال علشان يقدروا يكملوا شغلهم قرروا يستخدموا الديناميت في المنطقة، ولما فجروها كمية دخان وغبار كتيرة راح عليهم. بعد ما الدنيا هدت العمال اتفاجئوا إن الانفجار اللي حصل كشف عن كائن ضخم جدا. العمال راحوا يشوفوه، لكن فجأة الكائن اتحرك ونزل تحت الأرض اختفى. العمال خافوا جدا واترعبوا، وفجأة الأرض اتهزت وطلع منها تعبان عملاق جدا جدا. العمال طلعوا يجروا هم مرعوبين، وجريهم ما فاتش بحاجة لأن التعبان ضربهم بديله وطيرهم. وفجأة برضه الأرض اتهزت تاني بقوة وظهر ديناصور ضخم. الديناصور من غير سبب هجم على التعبان وحصلت معركة كبيرة بينهم. بنرجع فلاش باك لطفل صغير اسمه كاي بيصحى من النوم على كابوس. كاي حس بشخص وراه بيتحرك، قام طلع يجري وهو خايف لكن اتكعبل ووقع. اتضح ان الشخص دوت كانت امه، لان كاي بيتصاب في رجله. امه عايزاه يقدر يمشي تاني وما لقيتش غير حافز الخوف اللي تستخدمه معاه. بالرغم ان كاي كان متصاب في رجله، لكن هو بيعشق حاجه اسمها ملاهي حديقه الحيوانات. وفي يوم امه فاجئته بتذكرتين للحديقه واتبسط جدا. بنرجع للجزيره المهجوره. كاي وامه راكبين اتوبيس سياحي طالعين لرحله في الغابه. كاي بيتصدم لما يشوف التعبان العملاق، بيحاول يقول لامه لكن هي مش مصدقه كلامه وانها مجرد تخيلات. سواق الاتوبيس بيتفاجئ بصخرتين كبار جدا بيقعوا من فوق وجاي عليهم، بيحاول يفاديها والناس خايفين من اللي حصل، لكن الاتوبيس خبط في شجره واتعطل. الناس نزلوا يحاولوا يزقوا الاتوبيس، وكاي عايز يدخل الحمام باي طريقه فبيروح بعيد يصرف نفسه. وفي نفس الوقت اتنين من الركاب، واحد اسمه البروفيسور والمساعده بتاعته، بيستكشفوا الصخره اللي اتحدفت عليهم، واستنتج ان في كائن ضخم هو اللي رماها عليهم. وفجأة كائن غريب شبه اللسان بيبلع وش الراجل وبيسحبه جوه الغابة، والناس طلعوا يجروا جوه الأتوبيس وهم مرعوبين. أم كاي لحقت تقفل الباب لكن مش لاقية ابنها جوه، وهوب الكائن بيكشف عن نفسه ضفدع ضخم جدا ومتوحش. الناس جوه خايفين ان هم يموتوا والضفدع بيهاجمهم، لكن الضفدع انتبه ان كاي بره لوحده فبيقرر يبلعه. كاي بأعجوبة قدر يهرب منه، بيستخبى جوه جذع الشجرة. الضفدع مش قادر يوصله فبيحدفها بعيد. وفي نفس الوقت التعبان العملاق وصل، بيلف الاتوبيس حوالين جسمه وبيرفعه لفوق جدا، والناس جوه مرعوبين ومش عارفين يعملوا ايه، بيحاولوا يمسكوا في اي حاجه عشان ما يقعوش. التعبان بيسمع صوت عالي جدا من بعيد فبيسيب الاتوبيس يقع من فوق، والناس اتعوروا جامد واغمى عليهم. ام كاي بتفوق بعد اللي حصل ولقت في ناس عايشه لسه بيشموا نفسهم. هوب فجأة الأرض تتهز تحتهم، الناس جروا استخبوا ورا الأتوبيس وبيحاولوا ما يعملوش أي صوت، وبيظهر فوقيهم الديناصور الضخم والناس ميتين من الخوف، لكن من حسن حظهم إنه ما شافهمش. كاي بيحاول يخرج من جذع الشجرة وبيدخل لكهف كبير، بيلاقي بواقي جلد تعبان وكذا بيضة ضخمة. كاي 7 خطوات عالية جاية عليه فبيجري يستخبى، بيعرف إن ده ديناصور صغير جاي ياكل بيض التعبان. بيتسحب منه عشان ما يشوفوش، لكن منبه الساعة اشتغل والديناصور شافه. كاي طلع يجري يستخبى جوه بيضة مكسورة، وفجأة التعبان العملاق بيظهر وبياكل الديناصور الصغير. التعبان دخل الكهف وبيشوف كاي جوه البيضة المكسورة، والتعبان محتار في كاي، مش عارف ده ابنه ولا ظروفه ايه بالظبط، لأن ريحته اتغيرت لما استخبى جوه البيضة. التعبان بيشوف باقي البيض ولقاه كله متكسر وحزين على عياله. كاي بيستغل الفرصة وبيطلع يجري. في نفس الوقت السياح عند الأتوبيس كانوا عايزين يهربوا من الجزيرة بأي طريقة. مدير الحديقة بيقول لهم إن في برج فوق الجبل يقدروا يبعتوا منه رسالة استغاثة. أم كاي بتتحايل عليهم يدوروا الأول على ابنها، لكن محدش عايز يساعدها. بتروح تدور عليه لوحدها، لكن سواق الأتوبيس قرر يساعدها ويروح معاها يدوروا على كاي. أم كاي بتشكره وبتعرفهم إن هما يقدروا يلاقوه من خلال الجي بي اس في الساعة بتاعته. بيلاقوا صوت بيتحرك من ورا الشجر وبيستعدوا للي هيشوفوه، لكن طلع ان ده البروفيسور والمساعده بتاعته وانهم قرروا يساعدوها. بنرجع لكاي وهو ماشي لوحده مش عارف يروح فين، والاجل من كده انه اتكعبل في فخ نبته مفترسه. النبته بتحاول تاكل كاي وبترمي عليه شوكه قاتله، لكن فجاه بيظهر التعبان العملاق وبيقتل كل النباتات المفترسه. كاي كان متفاجئ من اللي حصل وان التعبان انقذه من الموت، والاتنين بيبصوا لبعض باستغراب. التعبان قرب من كاي وبيوضح له انه محتاج مساعده لان الشوكه جت فيه ومش قادر يوصل لها. كاي فهمه وبيقرر يساعده، والتعبان قدر يسحب الشوكة من جسمه
وبيروح للغابة. جروب السياح وصلوا قمة الجبل، لكن بيكتشفوا إن المكان اتدمر، وبيظهر قدامهم فجأة كذا ديناصور عملاق قتل ناس كتيرة وهو بيتحرك. كاي وهو ماشي شاف ديناصور بياكل ضفدع. الديناصور كان هيشوفه، لكن أم كاي كانت وصلت وخبته ورا الصخرة، وبدأوا الديناصور ما يشوفهمش، لكن هو خد باله منهم، هجم عليهم وطيرهم بديله. كاي وأمه طلعوا يجروا وقدروا يزنقوا الديناصور الغبي بين صخرتين كبار. ولسه بيريحوا شوية لقوا ديناصور تاني جنبهم بيجروا منه، لكن اتحصروا بين كذا ديناصور وخلاص هتقتلهم، لكن بيظهر التعبان اللي عملاق وأنقذهم. كاي وأمه بيهربوا، والتعبان اتلم عليه كذا ديناصور وكلهم هجموا عليه. أم كاي والناس بيوصلوا للجبل، بيلاقوا كل اللي فيه بيتدمر، والبروفيسور مذهول من كمية الهياكل العظمية الضخمة، وواضح إن المواجهة بين الديناصور والتعبان هي معركة أزلية. فجأة بيظهر واحد من جروب السياح اللي ماتوا بيمسك كاي يهدده. محدش فاهم الراجل ماله، وتقريبا هو في حالة صدمة. وفجأة بيلاقوا الأرض تتهز تحتهم، شافوا ديناصور ضخم بيقرب منهم. أم كاي استغلت الفرصة، أخدت ابنها منه، والديناصور فعص الراجل برجله. الناس جروا وركبوا عربية يهربوا بيها، والسواق بيقدر يفادي أي حاجة تتحدف قدامه. راح الديناصور نط قدامهم، والعربية خبطت فيه، وكلهم أغمى عليهم من الخبطة. الديناصور بيقرب منهم عشان ياكلهم، لكن طبعا وزي كل مرة بيظهر المنقذ. التعبان العملاق اتعارك مع الديناصور الضخم، والديناصور كان أقوى منه بكتير وقدر يكسر له بقه. أم كاي انتبهت لوجود كذا ديناميت قدامها، فبتستخدمه عشان تقتل الديناصور. بيحطوا الديناميت جوه العربية، وأم كاي بتسوقها وبتوجهها ناحية الديناصور. لما قربت منه نطت من العربية. البروفيسور بيدوس على المفجر، لكن الديناميت مش راضي ينفجر. البنت لاحظت البنزين نازل من العربية، فبتجري ترمي عليه النار، لكن من سوء حظها صخرة خبطت فيها ووقعت. الديناصور خلاص بينتصر على التعبان، فكاي قام يروح ينقذه، بيجري بالعافية ورجله متصابة. مسك الشعلة رماها على البنزين، والديناميت انفجر بقوة في الديناصور. التعبان استغل الفرصة وقدر ينهي حياة الديناصور. أم كاي والناس بيجروا يشوفوا كاي، لكن هو مش بيقوم. التعبان عمل صوت ببقه، وكاي قام فورا. بنرجع للوقت الحاضر. كاي أخيرا خف ورجله بقت كويسة، وبنشوف البروفيسور والمساعدة بتاعته في التلفزيون بيستكشفوا الجزيرة المهجورة للمرة التانية، وبيلاقوا المرة ديت وحوش أكبر وأخطر هناك.